ازاي بدأت صناعة المحتوى؟ السؤال ده انا قرأته الفترة الأخيرة وحبيت اجاوب عليه لأنه ممكن يفيد حد حابب ان هو يمشي في نفس الطريق ومستني حد يشجعه. الصراحة الموضوع بدأ عندي من سن ال 15 أو ال 16 سنة، في الوقت ده كنت بحب دايما أقعد مع جدي أبو والدي ربنا يحفظه، وجدي زي أغلب أجدادنا أو السن الكبير شوية عموما بيحب يسمع دايما الأخبار، فكنت دايما أقعد أسمع معاه سواء البي بي سي أو الار تي أو الجزيرة فرانس 24 إلى آخره. في الوقت ده أنا ما كنتش فاهم أي حاجة سواء في الأخبار أو السياسة، ولكنه كنت دايما بكون مبسوط لما جدي بيكون مبسوط. المهم فضلت اسمع قنوات الاخبار والسياسه فتره كبيره، لدرجه ان لما كبرت شويه بدات اسمع من نفسي قنوات الاخبار دي، ما كنتش بعرف اكل اعرف اعمل اي حاجه غير لما اشغل قنوات الاخبار. حتى دلوقتي اغلب المحتوى اللي بسمعه او بتابعه هو محتوى الاخبار والسياسه. المهم عدت الفتره دي كلها ووصلت فرنسا. اول ما وصلت فرنسا كنت رايح مشوار واخد القطر، ما اعرفش كنت رايح فين وقتها، رايح الشغل او رايح فين. المهم عديت على المكان اللي فيه المكان بتاع قناه فرنسا 24. فرنسا 24 هي قناه حكوميه فرنسيه بتبث بثلاث لغات، الفرنسيه والانجليزيه والعربيه، ودي من ضمن القنوات اللي كنت بسمعها انا وجدي. في اللحظه دي رجع بيا الزمن شويه وافتكرت الذكريات وقلت انا بحبهم جدا وبسمعهم من فتره كبيره ولازم اروح لهم واشتغل معاهم. وفعلا ده اللي حصل. رحت هناك كلمت الراجل بتاع الامن اللي هو اللي تحت، قلت له لو سمحت انا حابب اتكلم مع اي حد شغال في قناه فرنسا 24 عربي. وفعلا قال لي استنى شويه وتواصل معاهم، وبعد شويه لقيت نازل لي اخ من هناك من فرنسا 24 عربي اسمه فاتح من الجزائر، ما زلت فاكر اسمه، الكلام ده بقاله حوالي 4 سنين. فقال لي اتفضل اقدر افيدك بايه. قلت له الصراحه يعني انا بسمع فرنسا 24 من زمان وقت ما كنت في مصر، ويعني انا بحبكم جدا انا لسه اشتغل معاكم. وقتها هو ضحك وقال لي يعني للاسف الموضوع مش بيمشي بالشكل ده، لان قناه فرنسا 24 هي قناه حكوميه فرنسيه ومش اي حد عاوز يشتغل نقول له تعالى اتفضل، ولكن بتمشي تبع النظام المتعارف عليه اللي هو القناه محتاجه حد فبتبدا تنزل هي محتاجه مين بالظبط على الموقع بتاعها، وانت بتدخل زيك زي اي حد محتاج الوظيفه يقدم السي في بتاعه، والقناه بعد كده بتشوف السي في اللي اتقدم وبتتواصل مع الاشخاص اللي هي شايفه ان هم كويسين ويستحقوا الوظيفه دي. وقتها مشكورا ذكر لي بعض التفاصيل اللي لازم تكون موجوده عندي واقدمها في السي في بتاعي علشان يعني احصل بنسبه كبيره على الشغل معاهم. وقتها انا ما كانش عندي المؤهلات دي، فقلت له انا ما عنديش المؤهلات دي، اعمل ايه؟ قال لي انك تدخل في مجال صناعه المحتوى، انك توصل للناس وتتكلم معاهم ويشوفوك ويعرفوك. وبالفعل سمعت كلامه، فكرت فيه شويه، وبعد اسبوع اسبوعين شهر بالكتير قررت ان انا ابدا صناعه المحتوى. اول فيديو عملته في المسيره بتاعتي كان فيديو المحتوى بتاعه الصراحه مش كويس خالص، لكن هو محتوى محترم لكن مش محتوى يعني مهم قوي. عملت الفيديو، نمت صحيت لقيت الفيديو منتشر وجايب لي متابعين كتير ورسائل وتعليقات، فانا الصراحه استغربت شويه هو الموضوع بقى بجد ولا ايه. ومن وقتها بدات اطور في المحتوى بتاعي سواء من تعليقاتكم او رسائلكم او اراء قرايبي واصحابي اللي هو خلي بالك ده صح خلي بالك ده غلط. فعلشان كده لو انت عندك محتوى حاسس ان هو ممكن يطور من نفسك او ممكن يعود بالنفع عليك وعلى الناس، فانا انصحك انك تبدا النهارده قبل بكره.